السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين ديولي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأتم الصحة وبأحسن الأحوال يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله وصفة جديدة وفيديو جديد، واحد الحليوة اللي كتجي مقرمشة وفي نفس الوقت هشيشة كتذوب في الفم، بمذاق الكوك اللي كيجي رائع في الحلويات وكتجي زوينة ما شاء الله. اليوم غندير معكم هاد الحلوة ديال الطابع. المكونات ديالها بساطين وساهلين وفي نفس الوقت كتطلع اقتصاديه. غنخليكم مع طريقه التحضير. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخوتي من اللايكات. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نبداو ان شاء الله. غادي نصايبوا الحلوه ديال الطابع ديال البطاطا او ديال الطابع، كل واحد واش كيسميها. هنا عندي الخميره هي زولتها على جنب كما كتشاهدوا معايا، وعندي كاس ديال الكوك. شوفوا هاد النوعيه اللي تكون مزيانه، يكون هكا دهني. وهنا عندي كاس ديال السكر سنيده و 120 غرام ديال الزبده. نفس الكاس اللي درت به السنيده غادي ندير به الزيت. وهنا درت 2 اكياس ديال سكر الفانيلا، هانتوما كما كتشوفوا. هنا قبل ما نزيد هاد الكاس ديال الزيت غادي نخدم هاد الزبده هادي كما كتشاهدوا معايا مزيان هكا. المهم انا غنستمر حتى ندوب هاد الزبده او ندمج هاد الزبده هادي مع السكر ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. هنا انا رجعت معكم هكا، غير كتدخلوا فيه هذاك السنيده او داك السكر. عفوا هنا نسيت لكم العبار، قلت لكم 220 غرام ديال الزبده، سمحوا لي راني نسيت. هنا غادي نزيد واحد قريصه ديال الملحه هكا، نحيدها. وغادي نزيد هاد الكاس هذا ديال الزيت صافي. وغنرجع نخدم عاوتاني حتى ندخل مزيان هاد الزيت هذا مع هاد الزبده والسنيده. واهم حاجه هي هاد الزبده هذه تكون بحراره درجه الغرفه، يعني ما ديروهاش في الثلاجه. ملي تكونوا باغيين تخدموا بها ديروهاش في الثلاجه صافي. وكنبقى ندمج بحال هكا، كنبقى نحك بالكف ديال يدي كما كتشاهدوا معايا. هنا ما غاديش نطول عليكم فيديو بزاف، صافي غادي نبقى ندمج حتى ندمجها مزيان مع هاد الزيت هذا. نتوما كما كتشوفوا راه ساهل باش انكم تخدموها. هانتوما يعني راه ساهل باش انكم تدخلوا هاد الزيت هذا مع الزبده قبل ما ديروا البيض، حيت الا درتوا البيض هاد الزبده والزيت هادو كيوليو انهم يتفرزوا على بعضياتهم، يعني كيوليو يتزلقوا وما كينسجموش. المهم هانتوما انا ما قطعت لكم حتى شي مرحله. اهم حاجه هي الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه باش ما تعذبكمش في يديكم، وإلا كانت بارده بزاف دخلوها الميكرو ولا دخلوها غير الفران العادي هكا صافي. هانتوما هو هذاك الزيت دخل مع الزبده ومع السكر. هانتوما صافي. شنو غندير دابا؟ غادي نزيد البيض. المهم انا غنجيب شي حاجه فاش غنخوي البيض باش ما طيحش ليا شي شقفه ولا شي حاجه ديال البيض ولا تكون شي بيضه خاسره، وعاد باش غادي نرجع معكم. هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما هرست 4 ديال البيضات، هما 4 الحبات ديال البيض كاملين. هنا كنبدا نضيف بالوحده بالوحده وانا كندمجها مزيان حتى تتنسجم. وكنضيف هكا الحبه الثانيه حتى هي كنزيد. هانتوما 4 الحبات ديال البيض. وإلا كنتو دايرين كميه اكثر من 220 غرام ديال الزبده كتضاعفوا الكميه ديال البيض، كتوصلوا حتى 6 البيضات. هانتوما كنزيد الحبه الاخيره. الا كانت عندكم العجانه
هاد المرحله ديال قبل ما تزيدوا الدقيق، يعني فاش تخدموا الزبده والبيض ديالكم مع السكر، قلت لكم تخدموهم في العجانه، الا كان عندكم شي ميكسور كبير ولا شي حاجه خدموا به، ماشي مشكل، كان احسن. هنا غادي نزيد هاد الكاس ديال الكوك، نوعيه تكون دهنيه بزاف. هانتوما صافي، هانتوما كما كتشاهدوا معايا كندمج هذاك الكاس ديال الكوك. هنا جاني الكوك قليل، انا غادي نزيد واحد شويه ديال الكوك وغنرجع معكم. هنا رجعت معكم، هنا زدت خويت واحد نص كاس، حقاش انا اصلا كيعجبني الكوك. يمكن لكم ديروه اكثر او اقل ولا اقل من هاد الكميه اللي درت انا. هنا دابا غنجيب الدقيق لهاد الجيل، هكا واحد الكميه، وكنخوي هاد جوج خمارات هادو كما كتشاهدوا معايا من فئه 8 غرام صافي. وغادي نبدا نجمع هاد العجين هذا، نخليوه شويه طري، ما نجمعوش بزاف، يعني ما نعطيوش دقيق بزاف. العجين ديالنا يكون مميان، ما يكونش قاصح وما يكونش جاري في نفس الوقت. هنا انا كنفضل ما نقطعش لكم هذه المرحله ديال العجن باش تشوفوا معايا. هانتوما ما تخافوش منها، اسمحوا لي هنايا كما قلت لكم راه ما كنبغيش نقطع لكم مرحله العجن هذا اللي في الجوانب. حاله ديال الكوك صافي. غادي نبقى ندير لها بحال هكا حتى نجمع العجين ديالي كامل. هانتوما صافي، هذا هو العجين ديالي، هو جاهز كما كتشاهدوا. هكا كيكون العجينه ديالنا رطبه. صافي غادي نغسل يديا ونرجع معكم باش نشكلو. هنا كما كتشوفوا معايا صافي نستريت العجينه ديالي، جبت اللاطه حدايا، ما كندير اللاطه ما حتى شي حاجه. هنا واحد الصفيحه اللي كندير فيها هكذا ولا شي صنيوه اللي كندير فيها الكوك، وكنزيد عليه واحد جوج معالق. سمحوا لي هنا نجيب لكم قدام الكاميرا. هنا كنزيد عليه واحد جوج معالق ديال السكر السنيده بحال هكا، وكندمجهم مع بعضياتهم، هذاك الكوك والسنيده صافي. وكنحطهم حدايا على جنب، نحطهم هنا باش تشوفوا. قبل ما نحط في اللاطه غنحط هنايا باش تشوف. هنا يمكن لكم ديروا هذا الطابع ديال البطاطا او ديروا هذا المنقوش هذا كما كتشوفوا، هاد الجهه ولا هاد الجهه، نتوما اللي بغيتوا. المهم نحطهم حدايا بحال هكا. انا المهم غنوريكم غير شي حاجه قليله، ومن بعد نتوما استمروا تتصاوبوا الكميه ديالكم كامله. هنا كنحطها على الوجه ديالها بحال هكا
انا غادي نوريكم غير 2 وحيدات ولا 3 وصافي. وانتم استمروا راسكم. هنا العجينه ديالنا كما كتشوفوا راها خفيفه ماشي قاصحه، يعني كما كتشاهدوا معايا هانتوما. هنا بغيت انا الحليوه ديالي تجي كبيره شويه ماشي صغيره. هنا هانتوما كما كتشاهدوا على هذا الشكل هذا. هنا ما دهنتش انا اللاطه ديالي، علاش؟ لانها ما غاديش تلصق، لانها فيها الزبده والزيت. هنا كندير هذا في الفكوك وكندير به هكا على هذا الشكل هذا. كاين انه يمكن ليا ندير بهذا الشكل هذا اللي كتشاهدوا معايا هكا. كنتمنى يكون واضح لكم امام الكاميرا. المهم انا غادي نسالي هادو وغادي نوريكم. هنا غنديرو في الدقيق كما كتشاهدوا معايا. غادي نوريكم بهذا حتى هو راه كتجي زوينه هي بجميع الاشكال. هانتوما على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. صافي غنستمر انا حتى نكمل الكميه ديالي كامله. انا غنخدمها بهذا وغنخدم شي حاجه بهذا، ونتلاقى معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. بعد ما نعمر لاطه ديالي كامله غادي ندخلها للفران من التحت حتى تحمر ليا هكايا من التحت ديالها، ومن بعد نهبطها لتحت تاخذ واحد اللون صفيفر ماشي تحمر. صافي ونقدمها بالصحه والراحه. المهم غادي نتلاقى معكم في الشكل النهائي باذن الله. هانتوما هي كما قلت لكم، شوفوا الحلوه ديالنا كيفاش كتجي هشيشه والمذاق ديالها كيجي زوين بزاف. هانتوما هذه غنديرها في شي طبيصيل، ما غاديش اللوحه، يعني راها زوينه ما فيهاش ما يتلاح. كتجي بنينه. دابا ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء. نتلاقى معكم ان شاء الله بحول الله في شي فيديو اخر ومع وصفه اخرى باذن الله.